تمام. طيب عندي نموذج اسمه نموذج العلم ونموذج الراية، وخلينا نركز مع بعض بقى ايه في الموضوع ده. نموذج العلم ده ايه؟ العلم بتاع اي دولة عامل ازاي؟ عبارة عن سارية وايه، والعلم بيبقى عامل كده، صح؟ هتلاقي السعر بيعمل كده، بتلاقي في حركة سعرية قوية، وبعدين يبدأ السعر ايه، يرينج، يعمل قناة سعرية بالعرض كده، قمة وقاع عند نفس المستوى اهو. ودي كده تعتبر زي سارية العلم، عشان كده بيسموه نموذج العلم. فالنموذج العلم ده دايما بيجي بعد حركة سعرية اندفاعية قوية، سواء صعد او هبط، لان انا ممكن اعمله بالعكس، ممكن يبقى عندي هبوط قوي كده وبعدين السعر يبدأ يرينج عندي بالمنظر ده. لما اجي ارسم كده الاقي رينجنج هنا، يبقى الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه علم او نموذج الفلاج. تمام؟ ليه؟ لان هو بيبقى عندي حركة سعرية قوية وبعدين رينجنج في ايه؟ في قناة سعرية كده. تمام؟ ده اسمه نموذج العلم، والنموذج ده غالبا استمراري، بنسبة كبيرة استمراري. طيب انا اتفقنا هعمل ايه؟ انا مش هقول انه استمراري غير اما اشوف الكسر. والله كسر من فوق عمل اعادة اختبار هيكمل. تمام؟ لا كسر لتحت وعمل اعادة اختبار، ما اوحش بقى واقول لا ما احنا قلنا انه استمراري، لا خلاص ما هو كسر وعمل اعادة اختبار وبدأ ينزل، يبقى خلاص يبقى هو هيكمل لتحت مش هيكمل لفوق. فانا ما احكمش على النموذج ان هو استمراري او انعكاسي في النموذج ده، يعني بالذات هو المثلثات، غير اما اشوف الكسر حصل فين، لانه وارد ان هو يكسر في اتجاه غير اللي انت عامل حسابك عليه. تمام؟ ده نموذج العلم. طيب التارجت بتاعه ايه؟ النموذج بتاع العلم بناخد عليه تارجتين. التارجت الاول اللي هو الحته اللي ايه، القاعده برضو اللي بدأ عندها العلم يتكون، فده بالنسبه لي هتبقى تارجت 1، تي بي 1. طب التارجت الثاني الجزء ده كله اللي هو من اول الصعود لحد ما بدأ يحصل العلم، الساريه، الجزء الكبير ده اخده واحطه برضو فين؟ بمجرد الكسر سواء هنا او لو هو طلع مثلا وكمل صعود يبقى برضو من هنا لهنا ايه، قد المسافه اللي طلعها اصلا في الاول. ماشي؟ ده كده نموذج العلم. هو نموذج مش بيتكرر كتير قوي، ولكن لما يتكرر تبقى واخد بالك منه ان هو نموذج قوي، يعني ده بيجي دايما بعد اتجاه قوي، فان الحركه اللي بتحصل بعده برضو بعد اتجاه قوي. طيب عندي نموذج تاني اسمه نموذج الرايه. ماشي؟ الرايه دي اللي هي ايه؟ الرايه اللي بتتحط على السفن والكلام ده، رايه زي اللي موجوده في ملاعب الكوره كده، كانت زمان بتبقى مثلثه مش مربعه زي دلوقتي. فهي الرايه ايه؟ عباره عن مثلث في اخر حركه سعريه قويه برضو، يعني عندي حركه سعريه بالمنظر ده وبعدين بدا يرنج كده بالمنظر ده، فانت لو جيت رسمت هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك مثلث. فانا ممكن اتعامل معاها كانها ايه؟ كانها مثلث. بس في هنا بقى نقطه، نموذج الرايه او الوتد ده بيسموه اوتاد. ماشي؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ الوتد الهابط ده اللي باصص لتحت، يعني هتلاقي دايما الحركه السعريه لما تكون طالعه الوتد دايما بتلاقيه باصص لتحت كده. ده غالبا لما يكون باصص لتحت السعر ايه؟ هيكمل صعود لفوق. ماشي؟ يعني هو من الاخر كده بيضحك عليك، يقول لك والله ده احنا طلعنا وبعدين بدأ ينزل كده حته، انت تقول اه خلاص السعر هينزل، فتلاقيه راح كسر ومكمل طلوع تاني. ده اسمه الوتد الهابط، اللي هو بيبص لتحت، رأس الوتد بص لتحت. طب الوتد الهابط ده بيحصل ايه بعده؟ بيحصل بعده صعود او استكمال للاتجاه الصاعد. طيب عكسه ايه؟ عكسه الوتد الصاعد. الوتد الصاعد ده بيجي بعد هبوط، بيبقى هبوط بالمنظر ده وبعدين تلاقيه بدأ يرنج كده، فتيجي ترسم تلاقيه عمل لك ايه؟ مثلث كده. اه بس ده باصص فين؟ باصص تحت، صح؟ الوتد ده كده باصص لتحت ولا باصص لفوق؟ باصص لتحت. طالما الوتد باصص لتحت تعرف ان هيجي بعده صعود، خلاص، بنسبة كبيرة. لكن الوتد الصاعد اللي عكس اللي احنا لسه راسمينه بيكون عامل ازاي؟ بيكون عندي هبوط كده وبعدين تلاقي ايه؟ شويه صعود ويكمل هبوط بعديها. ليه طيب هيكمل هبوط بعديها؟ اعرف منين؟ لان هو عكس، لما يكون باصص لفوق كده راسه باصه لفوق يكمل الايه؟ الاتجاه لتحت. ماشي؟ فاحنا ممكن نعمل حاجه حلوه مع بعض، احنا نرسم، نعمل جدول لطيف ظريف كده وايه ويسهل علينا الموضوع. لو انا عندي وتد باصص لتحت بالمنظر ده يبقى ايه اللي هيحصل؟ استكمال صعود. ولو انا عندي نفس الوتد ده بس في اتجاه هابط،
يعني حصل كده بس باصص لتحت، رأسه بصة لتحت، يبقى أنا طول ما هو عندي رأسه يبقى برضه هيعمل إيه؟ هيستكمل صعود. يبقى أنا عندي الصعود في حالة كان الوتد رأسه لأسفل. تمام؟ جاي بقى من اتجاه هابط، جاي من اتجاه صاعد، يجي بعده إيه؟ يجي بعده صعود. طيب إذا كان الوتد أو أيا كان مسماه، وتد، علم، أيا كان، رأسه لأعلى، يكون النتيجة إيه؟ هبوط، يأتي بعده هبوط، بغض النظر كان الاتجاه الأساسي صاعد أم هابط. يعني لو أنا جيت دلوقتي ناخد مثال على الاتجاه الصاعد، أدي الاتجاه الصاعد أهو كان كده، وبعدين راح عامل لي إيه؟ راح عامل لي نموذج كده، لما أجي أرسمه يعمل لي كده. هنا إيه؟ ده باصص لفوق ولا لتحت؟ باصص لفوق، صح؟ فإذا كان الوتد رأسه لأعلى، إيه اللي يحصل؟ هبوط. وطبعا ما اقولش هبوط غير لما يحصل كسر، بس هو بنسبه كبيره هيبقى هبوط. الموضوع ده يا جماعه مش موضوع ان انا الشكل كده فاحنا شفناه فقلنا عليه كده، لا، هو احنا لو دخلنا، لو انت فكرت زي ما انا قلت المره اللي فاتت كواحد متاجر مش متداول بس، انت واحد تاجر جوه السوق، هتفهم ليه. لو لان الحركه دي معناها ايه؟ لما يعمل لي قمم كده، قمم كده اعلى من بعض وبعدين تبدا تتزنق الحركه، الاكيوميليشن ده او التجميع ده معناه ايه؟ معناه ان هو عمال يتخلص من المشترين، المشترين مش قادرين يرفعوا اكتر من كده، بينهكوا، المشتري عمال ينهك 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 لحد ما ينتهي خالص المشترين هنا والبائعين ياخدوا السيطره كامله. ماشي؟ الحركه اللي حصلت ما بين البائعين والمشترين تاثيرها على الشارت بيطلع المنظر اللي انت شايفه ده، عشان كده دايما بيجي بعده ايه؟ هبوط. طيب لو انا عندي اتجاه هابط اهو كده، فانت تيجي ترسم كده تلاقي اهو وتد اهو، ايه اللي هيحصل؟ هبوط برضه. خلاص؟ يبقى لما يكون رأس الوتد او العلم لفوق يجي بعده هبوط، لما يكون لتحت يجي بعده ايه؟ صعد. طيب بالنسبة للعلم لما يكون عندي اتجاه صاعد كده وبعدين يبدأ يرنج في قناة سحرية كده، ده اللي احنا قلنا ان اسمه الأعلام. خلاص اتفقنا ان هو لو في صعود هيكمل صعود، بس الأحسن ان انا استنى الكسر سواء هنا او هنا واخد القرار بناء على الكسر حصل فين. ماشي؟ طيب لو احنا خدنا من جزء العلم الجزء ده بس كده هيبقى ايه؟ قناة سعرية عرضية، صح؟ القناة السعرية العرضية دي بيسموها نموذج المستطيل، فهي نموذج المستطيل هو القناة السعرية العرضية بالظبط، مفيهاش أي اختلاف. فالقناة السعرية كنا بنتعامل معاها ازاي؟ بستنى لما يحصل فيها كسر وابدا اخد صفقاتي. تمام؟ وخصوصا لو قناة سعرية عرضية، لأن أنا معرفش هيطلع بعديها إيه، يعني هيطلع فوق ولا هينزل لتحت، فبستنى لازم الكسر. طيب نيجي بعد كده لنموذج اسمه الكوب والعروة. هو من اسمه كده شبه الفنجان، ادي الفنجان وادي الايه؟ ادي الكوبايه وادي اللي هي الحته اللي بتمسك منها الودن ده. هو ده نموذج مش متكرر قوي، ده بيحصل على فريمات كبيره قوي، يعني بيحصل على مدى زمني طويل، ولكن هو قوي جدا. بيبقى شكله زي ما انت شايف كده، بيبقى السعر مثلا هابط اهو كده وعمال ايه؟ يعمل لي زي شبه الدايره وبعدين ينزل يعمل لي ايه؟ هاندل هنا اهي، فده بيسموه الكاب وده الهاندل، ده اسمه كاب اند هاندل. ماشي؟ اول ما يحصل بريك اوت هيطلع كل اللي نزلوا تاني، ده من اقوى النماذج الايه؟ الانعكاسيه. حلو. ليه انعكاسيه؟ انا لو هحسب انعكاسيه احسب على الحته دي ان هو السعر هابط اهو وكسر لفوق. ماشي؟ طب ليه تاني؟ لان اللي عندي الخط ده اسمه خط عنق، السعر كان هابط اهو، لما كسره فوق بقى ايه اللي حاصل؟ بقى صاعد. تمام؟ ده كده النماذج، اشهر النماذج اللي موجوده بالنسبه لنا كناس بتحلل تحليل فني. خدنا خلاص الوتد وخدنا الاعلام وخدنا كل الكلام ده، الفولنج ويدج والرايزنج ويدج خدناهم طبعا وخدنا عليهم امثله. تمام؟ واتفقنا خلاص عشان ما تلخبطش نفسك ان على حسب هو بيبص فين. يعني هو من غير ما اعرف انا، خلينا ناخد على المثال ده دلوقتي، ده بيبص لفوق فانا اتوقع ايه اللي يحصل؟ انه ينزل. طب ده بيبص لتحت، اتوقع ايه اللي يحصل؟ ان السعر يطلع بعده، وهكذا. خلاص؟ دي كده كانت اهم النماذج الفنيه اللي موجوده عندي، النماذج السعريه او الاشكال الهندسيه للنماذج السعريه. عرفنا ازاي بنتعامل معاها، عرفنا كل واحده بنحط التارجت بتاعها ازاي، خدنا هو اصعب حاجه فيها يعتبر اللي الناس ما تعرفش تتعامل معاها قوي اللي هي الاوتاد والاعلام والكلام ده، احنا خدنا قاعده سهله جدا بالنسبه لها وعملتها لك في جدول اهو عشان ما تتلخبطش. ادي الجدول اهو، انت خده سكرين شوت كده ولا حاجه.
بحيث ان انت خلاص تبقى عارف النوت اللي احنا قلناها مع بعض وتعرف ازاي تتعامل معاها. كده احنا خلصنا شوط كبير جدا 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 من التحليل الكلاسيكي ونظرية داو. اعتقد ان انت دلوقتي تقدر تبص على الشارت وتقدر تطلع صفقات كويسة الى حد ما. طبعا ناقصك بقى ازاي تحسب الريسك بتاعك، الكلام ده كله هنتكلم عنه بعد كده في دروس تانية ان شاء الله. ولكن حتى الان انت خلاص عرفت ازاي تحدد مبدئيا الدعوم والمقاومات، وازاي تتعامل مع دعوم المقاومات، وازاي تتعامل مع الترندات والقنوات السعرية. وكمان لما يجمع عندك مجموعة شموع مع بعض عرفت ازاي ايه تجمع الشكل ده ويطلع بالنسبة لك فيه شكل هندسي معين انت عارفه، فتعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد الشكل ده، فبناء عليه تقدر تاخد قرار الصفقة بتاعتك. احنا كده خلصنا الدرس ده، وان شاء الله نتقابل الدروس الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.